نبي يحيى عليه السلام هو أحد أنبياء الله الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، وهو ابن النبي زكريا عليه السلام. كانت قصته مليئة بالزهد والعبادة والصدق، وقد أوتي الحكمة وهو صغير. ولادته: كان زكريا عليه السلام شيخا كبيرا، وامرأته عاقرا لا تنجب، فدعا الله كثيرا أن يرزقه ولدا يرث النبوة ويهدي الناس بعده، فاستجاب الله دعاءه وبشره بيحيى، وأوحى إليه أنه سيكون نبيا طاهرا مباركا. قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. مريم. صفاته: كان بارا بوالديه، رحيما عطوفا، لم يكن جبارا ولا عاصيا. آتاه الله الحكمة والفهم منذ صغره، فكان زاهدا عابدا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اشتهر بالصدق والطهر والعفاف. دعوته: دعا قومه إلى عبادة الله وحده وترك المعاصي، وكان شديدا في الحق لا يخاف في الله لومة لائم. ومن أبرز ما دعا إليه التوبة والرجوع إلى الله، الطهارة والعفاف، نصرة المظلوم والعدل، موقفه مع الملك. كان في زمنه ملك ظالم أراد الزواج من امرأة لا تحل له، قيل زوجة أخيه أو ابنة أخيه، فقام يحيى عليه السلام وأنكر ذلك بشدة أمام الناس، فغضبت المرأة وألحت على الملك أن يقتل يحيى. استشهاده: استجاب الملك لرغبتها، فأمر بقتل يحيى عليه السلام ظلما وعدوانا، فاستشهد وهو في عز شبابه بعد حياة قصيرة لكنها مليئة بالعبادة والدعوة إلى الله. فضله في القرآن والسنة: قال تعالى عنه: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. مريم. فقد جعله الله مباركا، وأثنى عليه بحسن الخلق والطهر، وكتب له السلام في الدنيا والآخرة.